بهدف إثراء المناقشات السياسية حول دستور الكويت الذي مضى على وضعه 51 عاما، أقامت رابطة طلبة كلية الآداب في جامعة الكويت ندوة بعنوان الدستور وانعكاساته على الفرد الكويتي. المتحدثون في الندوة ذكروا أنه رغم وجود بعض الإيجابيات منذ تطبيق الدستور، إلا أنهم رأوا وجود خلل جسيم اعترى تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدين أن الحل يكمن في تطوير الدستور والتجربة السياسية من خلال الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل. التطبيق مع الأسف، نعم هناك نجاحات من هنا وهناك، لكن اليوم يجب أن نعي بأنه وصل إلى منتهى إن كان يستطيع أن يقدم شيء فيما مضى، ولم يعد هذا الدستور الموجود قادر على تحقيق التنمية، قادر على تحقيق الخدمات اللي تطلبونها في التعليم ولا الإسكان ولا غيره. الذي لا يعرف مرض لا يستطيع أن يعالجه. هذا الواقع، هذا المسار كافي من تجربة 50 سنة بآلية اختيار مجلس الأمة والحكومة وأدائها على أرض الواقع فاشل. الحل الجذري هو أن يتغير نظام إدارة شؤون الدولة بأن يختار الناس نوابا ووزراء، وهو النظام البرلماني. لما يكون برنامج الفرد هو اللي يوصل لها المؤسسات العامة معناه يختار الأفضل، ولما يصبح الفرد هو المجموع الغالب في مجلس الأمة يصبح البرنامج إيش؟ برنامج أمة. ولما يصبح هذا البرنامج اللي التقت عليه الأمة وأصبح برنامج أغلبية في مجلس الأمة مشروع دولة داخل مجلس الوزراء، سيتحقق، لأن الناس راح يرجعوا لكم وزراء ونواب يعرضون أنفسهم مرة أخرى فتسأل عن البرنامج، فيغيب اسم الفرد ويبقى البرنامج ويبقى اختيارك على أساس الإنجاز. مشاركون آخرون أكدوا على ضرورة حماية الشعب لدستوره ودفاعهم عنه من تغول الحكومة عليه حسب وصفهم. إذا أردنا للدستور أن يحمي حقوقنا وحرياتنا فعلينا واجب والتزام بحماية هذا الدستور وبحماية مضامينه وبإعطاء مضامين معانيها الحقيقية، حتى نحولها من كلمات مكتوبة على الأوراق، كلمات ميتة لا حياة فيها، إلى حقيقة واقعة، إلى معاني تنبض بالحياة، تعيش فيما بيننا ونستمتع إحنا بوجودها وحياتها، نتمتع بحقوقنا، نتمتع بحرياتنا. إذا ما حميناها، فإن أردنا للدستور أن يحمي حقوقنا وحرياتنا فعلينا أن نحميه، وبقدر ما نحميه ونحمي مضامينه هو يحمينا. كما انتقد البعض ما وصفوه بالتقصير في تطبيق ما أكده دستور الكويت بأن السيادة للأمة، وكذلك بضرورة المساواة بين جميع أبناء الشعب الكويتي. عشان تفهم أنا أعكس الدستور عليك ولا لا، اسأل نفسك سؤال: شنو حجم كمية قوة الأمة؟ وهل السيادة للأمة ولا لغير الأمة؟ مساواة المواطن مع أفراد الأسرة مو موجودة على أرض الواقع. الأفراد الآن، أفراد الأسرة وأفراد المواطنين مو متساويين من حيث الحقوق والواجبات اللي تقدمها الدولة ومن حيث الخدمات اللي تقدمها الدولة. تقول هذا يتوافق مع الدستور ولا ما يتوافق مع الدستور؟ إذا أنت بذاتك مساوي لكل أفراد الأسرة الحاكمة من حيث حقوقك، إذا أنت أصلا مو مؤهل لمناصب معينة محتكرة، لازم تكون ذات جينات معينة. يعني واحد كويتي مبدع في العلوم السياسية يقدر يصير وزير خارجية؟ ما يصير. ليش؟ لأنها محتكرة على جينات معينة. طبعا ما حد يقدر يصنع جيناته، الجينات تأتي تلقائية. هذه أزمة كبيرة جدا. مناسبة مرور 51 عاما على وضع الدستور لم تمر على النخب الفكرية الكويتية مرور الكرام، حيث أخذت تبرز أصوات داخل الكويت تطالب بتطوير الدستور ليتناسب مع المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد. في الذكرى 51 لوضع دستور الكويت، تأكيدات تنطلق من عدد من المختصين بضرورة تطوير هذا الدستور لعلاج المشاكل والقضاء على الفساد وتنمية الحياة السياسية وتوفير مكتسبات أكثر للشعب الكويتي. من جامعة الكويت، فهد الزامل، قناة اليوم.